جاية أعلق على الفيديو بتاع الأم اللي هي ودت ابنها المدرسة أول يوم مدرسة وهو في ثانوي. كانت واقفة تعيط وبتاع، وبدأوا الناس يتريقوا وإيه ده وهو لسه صغير ويا نغة ويا توتة ويا كوكو وبتاع. هو انتوا ليه جلادين بالشكل ده؟ يعني وارد وارد تكون الست بتعمل ترند وشافت الكاميرات فبتعمل ترند، وارد، تمام. بس وارد كمان ان هي مثلا الام والاب في البيت ده، وده ابنها الوحيد وفرحتها خلتها تعمل كده، تمام. وارد ان ابوه ميت، وارد ان ابوه منفصل عن امه، وارد ان ابوه مش موجود في الحياة، يعني مش ملوش وجود اصلا، تمام. ايا كانت الاسباب، انتوا ليه بقيتوا جلادين بالشكل ده؟ هي نيتها ربنا اللي هيحاسبها عليها، لكن انتوا ما خدتوش بقى بالكم من حاجة. باللي انتوا بتعملوه ده انتوا ممكن تتسببوا في عقدة نفسية للطالب ده، تمام. ان اصحابه وزمايله اللي هو لسه داخل مرحلة جديدة في عمره، في ثانوية عامة ولا ثانوية اي بتنجان، تمام، ويجوا الطلبة يقعدوا يتريقوا عليه ويتنمروا عليه بسبب ان الناس خلاص عملت امه حاجة كده بيطلعوا عليها ترند ونقلش محتوى بقى ونقلش عليها، تمام. فنفسيته تتأثر. هو يشيل من امه، وبدل ما تبقى هي الست تعبانه وشقيانه في ابنها وفرحانه بيه ومستناه ان هو يبقى ظهرها وسندها، انتوا تبقوا سبب في ان هو يشيل من امه، ان هي باللي انتوا بتعملوه. وهو عقلية لسه طالب، هنقول يعني مش طفل، بس واحد لسه طالع من مدرسة في اعدادي لثانوي، تمام، يعني لسه عقله صغير، اوكي. هتخلوه يفكر في ان هي قلت منه ولا صغرته، تمام. فانتوا بطلوا جلد، بطلوا تستخدموا البني ادمين على انهم محتوى. انتوا مش ربنا عشان تحاسبوا الناس على نواياهم. هي لو نيتها ان هي تعمل ترند فدي حاجة بينها وربنا اللي هيحاسبها عليها. لكن ان انتوا تقعدوا تتريقوا على ام، جايز جدا ده كان احساسها ودموعها دي كانت حقيقية، فليه ده؟ انتوا ايه ده؟ انتوا ايه ده؟ مش كده. كل ام وهي حرة، وكل ابن وهو حر في امه، ودي حاجة بينهم. هو لو كان متضايق يا جماعة ما هيتكلم معاها، انتوا مالكم؟ فأرجوكم خفوا شوية من الهزار، عشان مش كل حاجة بنهزر عليها، مش كل حاجة بتبقى تتعمل عليها ترند وتبقى محتوى نهزر عليه على السوشيال ميديا. عشان انتوا ممكن تخلقوا من طالب بيحب امه لطالب يبقى حاقد على امه ويبقى كارهها، وتتسببوا في ان طلبة تتريق على الولد زي ما انتوا بتتريقوا على الولد وننوس عن امه وبتاع. فتتسببوا في عقدة نفسية للطالب ده، وتتسببوا ان ممكن تحصل جرايم ومصايب بعد كده. بنيجي بعدها نعيط ونقول يا جماعة هو ازاي الناس وصلت لحد هنا؟ فنهدى كده شوية، يعني خلوا عندكم الكلمة الطيبة صدقة. فلو انتوا عندكم كلمة حلوة تمام، ما عندكوش ابلعوها وحطوها في بقى.